سنة 2005 كان في مؤتمر لمناقشة الصراع العربي الإسرائيلي بالجامعة الأمريكية، وكنت في أول مشواري الصحفي بغطي المؤتمر وبحاول اندمج مع الحضور لتكوين المصادر. الحضور الكبير كان من أرفع المسؤولين وقتها، سفراء من كل دول العالم. في الكواليس دارت الأحاديث الجانبية في الجانب المخصص للصحفيين العرب والأجانب عن الأسباب الكاملة لعدم اندماج الفلسطينيين مع إسرائيل. والكلام ده طبعا كان خارج كلام المنصة وخارج البيانات اللي بتصدر وخارج الكلمات اللي كانت بتتقال على المنصة، واللي كلها كلمات إنشاء وكلمات تعبيرية. الأسئلة كانت بتدور: هل كان في إمكانية لتنفيذ ما جاء في الكتاب الأبيض على لسان الأخ العقيد معمر القذافي رئيس ليبيا الراحل وقتها، لما قال يجب إنشاء دولة تجمع الكل تحت اسم إسراطين يندمج فيها المجتمعين في إطار سلمي بما يضع حل جذري للمشكلة الأزلية. الأسئلة كمان اللي اتسألت: هل هيجي الوقت ومحدش يضرب عن التاني حاجة؟ وإيه موقف الجماعات والحركات من الدعم؟ وكان السؤال الأهم والأبرز: هل فعلا الفلسطينيين باعوا أرضهم لليهود؟ وده اللي خلى الكل يقول رأيه بدون أدلة تماما، تنطلق للنقاشات في إطار دفاع بدون دليل. خلينا ندخل في الموضوع ونفصص كل الأدلة اللي بتأكد الكلام الحقيقي اللي هنقوله هنا بما يرضي الله للتاريخ في سين وجيم. تابعنا للنهاية عشان تعرف معايا أنا محمد فرج كل حاجة صح في المراية. السؤال الأول: منين بدأت الحكاية؟ سنة 1882 كانت عمليات الاستيطان الإسرائيلي بدأت في فلسطين في العصر العثماني وقتها، وبدأت في الاستحواذ والتوسع بسبب الضغوط الدولية على العثمانيين اللي ما كانوش وقتها قادرين إن هم يعملوا حاجة. ده جه في الوقت اللي تم تمويل عمليات الاستيطان فيه البارون إدموند روتشيلد. وفي نهاية العصر العثماني نسبة الأراضي كانت 2.5% بالنسبة لليهود الفلسطينيين. نركز في الكلام يا فندم، اليهود دول اللي كانوا موجودين طول عمرهم من قبل أي وعود أو أي كلام عن تأسيس دولة جوه الدولة، ودول كانوا عايشين في مجتمع مندمج وسلمي وعارفين الحقوق والواجبات زي أي مواطنين، بالظبط زي ما كان اليهود موجودين في مصر لفترة قريبة وعايشين بشكل سلمي معانا كمسلمين ومسيحيين. السؤال التاني: إمتى بدأت الحكاية التانية والفاصلة برعاية بريطانيا؟ الحكاية التانية بدأت في الحرب العالمية الأولى لما سعى الجيش البريطاني إلى احتلال مدينة غزة في العهد العثماني. رجعوا تاني عشان يحاولوا يغزوا المكان بعد بسالة أهل الأرض إن هم يوقفوا أي زحف، ولكن بريطانيا استعانت بالجنرال ألينبي في 1 نوفمبر 1917. جت المعركة مرة أخرى من خلال بير سبع، وقذفوا غزة ودمروا كل شيء. ألينبي كتب رسالة إنه هيكون في القدس قبل احتفالات أعياد الميلاد، وقال الحكومة تنظر بعين العطف بإقامة وطن قومي لليهود عاصمته إسرائيل. السؤال الثالث: عملوا إيه اليهود برعاية بريطانيا عشان ياخدوا أرض فلسطين؟ اشتغل البريطانيين تحت غطاء قانوني من وجهة نظرهم عشان ياخدوا الأرض. عينوا مندوب سامي اسمه هوربريت سامويل اللي كان مقرب من الحركة الصهيونية، وكانت على عينك يا تاجر، واقفين مع إسرائيل وشرعوا الهجرة واستخدموا العبرية كلغة أساسية، واستقبلوا كل اليهود من أوروبا. نقلوا ملكية أراضي الفلسطينيين بالغصب لليهود، وفرضوا ضرائب باهظة على الفلاحين وصدروا أراضيهم، واللي كان بيحاول يكمل ويعافر بيفرضوا عليه إنه ياخد قروض باهظة عشان يكمل زراعة أراضيه بالعافية. كل أبناء الأرض الأصليين كانوا عارفين إنه تزهيق وتطفيش عشان ياخدوا الأرض بالمجان وينقلوا ملكيتها لليهود بالمجان يا فندم، ووضع يد مش بيع زي ما اللي بيروجوا بدون علم بيقولوا. السؤال الرابع: هل أبناء فلسطين وقفوا ساكتين قدام الاستعمار الممنهج؟ المقاومة انطلقت بالسلاح سنة 1936، والرد كان بالاعتقال والمجازر اللي عملتها بريطانيا، ومنحت كل الأراضي للدولة الصهيونية. ما هو استعمار بقى عشان أزهقك وتسيب أرضك، وأنا استغل ده على الخريطة اللي بان عليها إنك فضيت الأرض بعد ما أضمن إنك مشيت، وامنحها بالعطاء المباشر للمهاجرين اليهود الجدد. الشعب الفلسطيني كان عنده وعي اجتماعي وثقافي للحركة الصهيونية، والمشكلة كانت كبيرة لتغيير هوية الأرض والإجلاء المباشر
من أماكنهم. السؤال الخامس، إزاي توسع الاحتلال في كل الأراضي دي وإنت فوق بتقول إن هي كانت نسبة صغيرة؟ بريطانيا استحوذت على الأوقاف لدور العبادة من مساجد وكنائس لصالح اليهود ونقلتها بشكل مباشر ليهم، وكمان أجبرت أصحاب الأراضي الزراعية إن هم يخرجوا منها تحت شعار انتوا مش قادرين تزرعوها ومش قادرين تاخدوا قروض بعد الحصار الشديد عليكم في الموارد، يلا اخرجوا منها وترمي لهم فلوس على الأرض عشان تذلهم ويتقال إن هم باعوا الأرض. ورغم تمسك الفلاح الفلسطيني بأرضه ورفضه أي مقابل مادي إنه يخرج، إلا إن المجازر الوحشية تسببت في توسيع دائرة الاستحواذ ومصادرة الأراضي من الأحياء أو من الأموات كمان، وده بعد ما اخترعوا قانون أملاك الغائبين سنة 1950، اللي يغيب أو مسافر أو يتقتل في المقاومة يتخذ أرض حتى لو كان له ورثة، وبكده يبقى سهلنا انتقال الأراضي لليهود من غير تعب. السؤال السادس، طب مين فعلا اللي باع؟ اللي باع فعلا 7% من الأرض هم الإقطاعيين اللي كانوا شاريين أراضي كتيرة في فلسطين، وكلهم مش فلسطينيين خالص. المفاجأة إنهم عائلات إقطاعية لبنانية وسورية منعها الاحتلال البريطاني من الرجوع لأراضيهم بعد تقسيم المنطقة باتفاقية سايكس بيكو. لما زهقوا الجماعة اللي هم بتوع لبنان وسوريا من عدم العودة، وده بناء على مخطط التزييق نفسه، باعوا الأرض لأي حد يشتري لأعلى سعر. وقتها مين يملك الذهب والمال غير اليهود؟ السؤال السابع واللي عليه جدل كبير جدا، هل خان السلطان عبد الحميد الثاني الأرض والعرض وسهل للصهاينة المهمة؟ السلطان عبد الحميد الثاني العثماني قلد هرتزل رئيس الحركة الصهيونية العالمية بالنشان المجيدي بحكم الصداقة اللي بينهم. هرتزل قال في مذكراته بالنص حينما يسر جلالتكم أن تقبلوا خدمات اليهود سوف يسعدهم أن يضعوا قوتهم تحت تصرف ملك عظيم مثلكم. وقالوا كمان إن الدعم المالي لخزينة السلطنة العثمانية مش قروض، لا دي هبة لخدمة مشروع الاستيطان اليهودي في فلسطين اللي كانت محتلة من العثمانيين. كمان بعض المؤرخين الغرب اللي مش بنصدق كلامهم بالكلية قالوا إن دي ما كانتش مجرد صداقة، ولكن دي علاقة متأصلة بين اليهود والحكومات السلطانية المتعاقبة. الباحثة الأردنية الدكتورة فدوى نصيرات قالت في كتابها الصادر عن مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت أن الحركة الصهيونية حاولت إغراء الدولة العثمانية بالمال لبيع فلسطين لليهود بسبب الديون المتراكمة، وانطلقت المفاوضات من التعهد بتسديد ديون الدولة العثمانية وإنعاش اقتصادها من خلال تشجيع كبار أثرياء اليهود على القيام بأنشطة اقتصادية لمصلحة الدولة العثمانية، وده مقابل الحصول على فرمان مصدق من السلطان يسمح بتملك أرض فلسطين وباعتراف دولي بالحق ده. وكالعادة احنا بننقل وجهات النظر المؤيدة والمعارضة، بيجي على الجانب التاني بعض الآراء العربية اللي شددت على إن عبد الحميد ما باعش ولا حاجة، وقال نصا أنا لن أبيع ولو شبرا واحدا من الأرض، لأن هذا الوطن ليس ملكا لي بل هو ملك لأمتي، لقد حصلت أمتي على هذا الوطن بدمائها، وقبل أن يؤخذ منا هذا الوطن ويذهب بعيدا سوف نغرقه بدمائنا مرة تانية. وقال كمان في رسالة وأنا لن أقدم أي جزء منها إلى أي أحد، دع اليهود يحتفظون بذهبهم فإذا ما تمزقت إمبراطوريتي يمكنهم عندها الاستيلاء على فلسطين دون مقابل، ولكن تقسيم هذه البلاد لن يكون ممكنا إلا على أشلائنا، وأنا لن أسمح أبدا بإجراء عملية جراحية على جسد الأمة الحي. يا ترى المكاتبات دي اتقالت في العلن عشان تزيل أي تهمة أو ترتيب في الخفة؟ محدش يعرف. في النهاية خليك واثق إن الاحتلال مش بيسمي على دولة ولا أهلها، لا ده بيحاول يشوه هويتها وتراثها وحضارتها، ويتهم كمان أهلها بالخيانة وبيع أراضيهم، وإنهم لا قوموا ولا عملوا أي حاجة غير إنهم باعوا قبضوا الثمن ومشيوا. واللي روج الكلام ده عن أهل فلسطين واحد عايز يكبر دماغه من القضية ومش فارق معاه عروبة ولا قدس ولا أقصى. الغرب أبو عين واحدة دايما بيكيل بمكيالين وبيصغر من قيمة وقامة العرب. وبالمناسبة وللإنصاف الغرب معاه حق،
لأني سرقتك فلازم أشغلك بإني أتهمك بأبشع التهم عشان تتلهي فيها وترد عليها وتنسى القضية الأساسية. اللي سرق مننا العلوم الطبية والفيزيائية والكيميائية وحولوها من العربية للإنجليزية عشان نرجع ناخد العلم منهم بلغتهم، والدواء من شركاتهم، وقتلوا الصغار ويتموهم ولسه بيستمروا في الفجر يعملوا أكتر من كده. عن أبي عبد السلام عن ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تتداعى عليكم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. اللهم انصر فلسطين في كل وقت وحين. ولغاية هنا وصلنا لنهاية حلقة. ما تنساش تبص على المصادر في صندوق الوصف لو حابب. فريق عمل المراية يتشرف بمتابعتكم على صفحتنا على الفيسبوك، ولو بتشوفنا على اليوتيوب اعمل سبسكرايب ولايك، ولو عجبتكم الحلقة ما تنسوناش بالدعم والشير. سلام عليكم ونشوفكم دايما على ألف ألف خير. تابعنا للنهاية عشان تعرف معايا أنا محمد فرج كل حاجة صح في المراية.